والد لبناني ووالدة أجنبية. فإذا في دايما كان عندي الشرق والغرب. صح. وشاءت الظروف انه انا سافر بنت 14 سنه الى فرنسا، يعني من تلميذه راهبات التدين والصلاه وممنوع وكيف وليش، الى فرنسا بنت 14 سنه فرد مره التبويس الموتوسيكل الدخان. كنت لوهله يعني خفت. بس في شغله مهمه جدا، انه التربيه ومبادئ الدين بالنسبة لي هي واحدة، يعني القيم هي ذاتها. بس للأسف أنا حأرجع على لبنان لأنه أنا عاطفيا شرقية 100%، وعقليا بعتبر أنه حالي ميلة أوروبية، بس مع الحفاظ على مبادئ الشرقية واحترام الغير. وهيدا اللي نحن ناقصنا بلبنان، عدم احترام رأي الآخر. ودائما انت صح انت غلط، هيدا يرجع للتلقين وللبيئة اللي هو ربي فيها. يمكن انا بعتبره موضوع شائك وصعب كتير. انا حاحكي عن بلدي، حاحكي عن لبنان، لانه نحن مجموعة من الطوائف. كيف بدنا نحل هالموضوع؟ نحن بنقول اوكي قالوا شالوا والدكاتره والفلاسفه، بس احنا بدنا السؤال، بدنا حل. وين الحل تبعنا احنا؟ ما عندنا حل، ما عندنا حل. عم نبرم نبرم نبرم، نرجع على نفس المشكله. الحل هو القانون، الدوله المدنيه، وفصل الدين عن الدوله. صحيح. يعني نحن مثلا انت بتيجي، انا دائما حاعطيك بكل كتبي، انا عندي روايات، انا لا اتعدى، ما بفوت بالتاريخ كثير ولا بفوت بالسياسه كثير، بفوت بالموضوع اللي انا قادر عليه وهو الاجتماعي. بحكي اجتماعي، ودائما حتلاقي في تناقض بالفكر بين الشرق والغرب. نحن بنعتبر حالنا غربيين، بياخذوا الاشياء القشور سطحيه. نحن بنعتبر حالنا انه الغرب ما عندهم حنيه، نحن بنبكي. لا، مش مزبوط. في كتير تناقضات، لانه انا عشت بفرنسا، سافرت كتير، تعاملت مع جميع الجنسيات، ان كان امريكاني، ان كان فرنسي، ان كان عربي، ان كان مصري، إن كان من جميع الجنسيات. وهالشي ساعدني كتير انا اقدر اعبر برواياتي. اكيد العمر والوقت في نضوج، والرؤيه بعدين بتشوفها بنضوج اكثر، بتقدر انت تحلل. بس انا رغم اني انا سافرت وشفت وعملت عاشرت يعني ناس، ما طلعت. فاذا التربيه اساس، التلقين مهم. وقت بيخبرونا مثلا بيقولوا لنا الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، هيروشيما، ما بعتقد انه انا بكيت وقت كنت عم بتعلمهم ولا اثروا فيني. انا يمكن بكيت هلا على وضعنا، على حياتنا اللي راحت هدر، على اللي نحن عم نعيشه. ليه هالغلط؟ ليش نحن بدنا نضل ضد بعضنا؟ ليش نحن ما عم نلاقي حلول؟ لاقوا لنا حلول تنعيش هالكم سنه اسا مبسوطين وبس. وفصل الدين بفرنسا بيتجوزوا بالكنيسه او عند الشيخ، غير معترف. يروح يتجوز زواج مدني، وروح انت عند الكنيسه بالشيخ، محل ما بدك، اعمل بدك اياه، صلي مثل ما بدك، اعمل انت بينك وبين ربك وبايمانك، بس ما تفرضوا على الاخر. يعني بعتقد موضوع شائك كثير وكثير صعب. نحن لازم نلاقي حلول، بعتقد اكثر ما انه نقعد نتساءل. كمان نحن عايشين بقفص وعم نتعذب، والمشكله انه الهجره عم بتزيد من زمان لبنان. وين الشباب؟ لا في فرص عمل، لا في، ما في شيء هالبلد. بدنا نطلع بقى نرجع نجيب هالشباب، لانه برا يلي عنده فكر، والاكثريه كثير لبنانيه ما بيخلوهم يرجعوا، ما بيخلوهم يرجعوا. انا رجعوني بس ما بعرف ليه.